هل عمرك لقيتي نفسك فتحتي التلاجة وانتي مش جعانة؟ أو فجأة جالك إحساس إنك عايزة تاكلي شوكولاتة أو شيبسي أو أي حاجة حلوة مع إنك لسه واكلة من شوية، وتفضلي تاكلي تاكلي وبعدين بعد ما تخلصي تحسي بالذنب وتقولي هو أنا كنت باكل ليه أصلا؟ أنا حتى مش جعانة. لو ده حصل معاكي فحب أقولك إن انتي مش لوحدك خالص، وفي ناس كتير قوي مرت بالموقف ده في وقت من الأوقات. اللي انتي مريتي بيه ده اسمه الجوع العاطفي، وده مختلف تماما عن الجوع الحقيقي اللي جسمك بيطلب فيه طاقة. في الفيديو ده هقولك كل حاجة عن الجوع العاطفي، يعني ايه جوع عاطفي، ازاي تعرفي ان انتي بتمري بيه، وايه هي اسباب الجوع العاطفي، وازاي تتعاملي معاه من غير ما تدخلي في دوامة اكل وندم وزيادة في الوزن وزعل. خليكي معايا للاخر لان ده من اكتر المواضيع اللي بتأثر على جسمك ونفسيتك وصورتك قدام نفسك. هلو للي أول مرة بيشوفني، أنا آية بلال، أخصائية تغذية علاجية. أول حاجة، يعني إيه أصلاً جوع عاطفي؟ ببساطة الجوع العاطفي هو إنك تاكلي علشان تحسي براحة أو تهربي من إحساس معين، مش علشان جسمك محتاج أكل فعلاً. يعني الأكل بيبقى وسيلة للهروب من المشاعر زي التوتر والزهق والحزن والوحدة والفراغ، العصبية، وأحياناً كمان بيبقى الفرح. الجوع العاطفي مرتبط بالمشاعر مش بالاحتياج الجسدي. هقولك مثال بسيط. واحدة قاعدة زهقانة في البيت فتلاقيها قامت وقالت فجأة أنا هموت على حتة شوكولاتة دلوقتي، مع إنها أصلا مش جعانة خالص، بس هي عايزة تحس بشوية سعادة مؤقتة فبتلجأ للأكل. طيب إيه هو الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي؟ الجوع الحقيقي بيجي تدريجيا، بتحس إنك جعانة وبعد شوية الجوع بيبتدي يزيد وبتقدري تاكلي أي حاجة صحية أو أي أكل موجود قدامك. الجوع العاطفي بقى بيجي فجأة، تحسي إنك عايزة دلوقتي حالا شوكولاتة أو بيتزا أو برجر، ولو مفيش الحاجات اللي انت عايزاها دي بالذات هترفضي أي أكل تاني. بعد الجوع الحقيقي بتحسي بالشبع وبتوقفي أكل خالص، لكن بعد الجوع العاطفي حتى لو كلتي كتير انت مش بتحسي بالرضا وبتحسي بتأنيب ضمير بعد كده. لو عرفتي تميزي بين الاتنين يبقى كده نص المشكلة اتحلت. نيجي بقى لأسباب الجوع العاطفي. الأسباب كتير جدا وكلنا معرضين ليها، وهقولكوا ايه هي أشهر الأسباب. أول حاجة التوتر والضغط النفسي. لما بتبقي مضغوطة من الشغل أو في مشاكل في البيت أو حتى توتر من الدراسة أو من الأولاد في البيت، الأكل بيديكي راحة مؤقتة كأنك بتهربي شوية من الواقع. وتاني حاجة الملل والفراغ. لما بتبقي قاعدة ومفيش أي حاجة تعمليها، عقلك بيحاول يلاقي أي وسيلة تسليكي فبتلجئي للأكل حتى لو انتي مش جعانة. وتالت سبب هو العزلة أو الوحدة. في ناس كتير بتاكل لما بتحس ان هي لوحدها، سواء في البيت او حتى لو انتي وسط ناس بس انتي مش حاسة بالتواصل معاهم. ورقم 4 العادات المرتبطة بالمشاعر، زي مثلا انك متعودة تاكلي فشار قدام الفيلم او انك تاكلي شوكولاتة كل ما تتضايقي. عقلك بيربط بين المزاج وبين الاكل. وخامس سبب الطفولة. في كتير من اهلنا كانوا بيكافئونا بالاكل، لو جبت درجات حلوة هجيب لك ايس كريم، او بلاش تعيطي وهديكي شوكولاتة. فالعقل ربط الأكل بالراحة وبالمكافأة. طيب إزاي تتعاملي مع الجوع العاطفي؟ الجزء ده هو أهم جزء في الفيديو، لو عرفتي تطبقيه هتكسبي المعركة دي على طول. أول حاجة راقبي نفسك وقت ما تحسي بالجوع المفاجئ. اسألي نفسك الأسئلة دي الأول قبل ما تاكلي أي حاجة. هل أنا فعلا جعانة؟ إمتى آخر مرة أنا أكلت فيها؟ هل جسمي محتاج أكل دلوقتي فعلا ولا أنا متضايقة أو مضغوطة من حاجة معينة؟ خدي دقيقة كده من وقتك واقعدي واهدي وركزي على إحساسك، واكتبي لي في الكومنتس إيه أكتر موقف خلاكي تاكلي قبل كده من غير ما تبقي جعانة أصلا. وتاني حاجة اكتبي مشاعرك. لو مشاعرك متلخبطة خدي ورقة واكتبي أنا دلوقتي حاسة بكذا. ممكن تلاقي إن أنت متوترة أو زهقانة أو حاسة بوحدة. مجرد إنك تعترفي بالمشاعر دي وتكتبيها ده بيقلل من الرغبة في الأكل وبيخليكي تركزي على السبب الرئيسي اللي مخليكي عايزة تاكلي. رقم 3 طبقي تكنيك التأجيل. قولي لنفسك أنا هستنى 10 دقايق قبل ما أكل أي حاجة،
وخلال ال10 دقايق دول اعملي أي حاجة تاني بعيدا عن الأكل. اتمشي شوية، اشربي مية، اتصلي بصاحبتك، قومي اغسلي وشك. في الغالب الرغبة بتاع الأكل دي هتلاقيها راحت لوحدها. ورقم 4، غيري مكانك أو الحاجة اللي انت بتعمليها. لو قاعدة في أوضتك قومي روحي أوضة تانية، اطلعي الصالة، اتمشي. لو انت نايمة على السرير قومي اقفي شوية. الأكل يعني راحة، والتغيير بيكسر الدايرة دي. ورقم 5، اعملي صندوق للطوارئ. يعني ايه صندوق للطوارئ؟ حضري مجموعة حاجات بديلة تلجئي لها بدل الأكل، زي انك تقومي ترشي برفيوم بتحبيه وتشمي ريحة بتحبيها، فانيليا، لافندر، اي حاجة. او انك تقري في كتاب شوية، وممكن تكتبي في دفترك، او انك تقومي تشربي شاي او اعشاب. اي حاجة من الحاجات دي هتفرق معاكي جدا. الأكل مش عدوك خالص، بس اختياراتك هي اللي هتفرق معاكي جدا. لما تحسي بجوع عاطفي وجربتي كل الحاجات اللي قلناها دي ولسه مش قادرة تقاومي، خدي حاجة خفيفة وصحية، زي زبادي بالفواكه، كوباية شاي أخضر، قطعة فاكهة، شوية مكسرات. ولو عايزة حاجة حلوة جدا ممكن تاخدي قطعة دارك شوكولات، بس كليها بهدوء وركزي فيها وانتي بتاكليها، وخليكي عارفة ان ده مش حل دائم. امتى الجوع العاطفي بيبقى خطر؟ الجوع العاطفي بيبدأ يبقى خطر لو بقى عادة يومية، انك بتاكلي دايما لما بتتضايقي. هتلاقي نفسك بتزيدي في الوزن بسرعة ومش قادرة تتحكمي في نفسك، وده ممكن يدخلك في اكتئاب أو إحساس بفقدان السيطرة. في الوقت ده انت لازم تطلبي مساعدة من أخصائي نفسي أو أخصائي تغذية، لأن الموضوع كده بيبقى أعمق من مجرد إن هو أكل بس. وهقولك على خطوات يومية بسيطة لو اتبعتيها هتقلل من الجوع العاطفي. رقم 1، خدي وقت لنفسك، اقعدي فيه في هدوء تام حتى لو 10 دقايق بس. ورقم 2، نامي كويس، قلة النوم بتزود التوتر وبتفتح الشهية أكتر. ورقم 3، العبي رياضة أو روحي الجيم أو تمشي كل يوم حتى لو 15 دقيقة بس، ده هيحسن من مزاجك بشكل كبير جدا. ورقم 4، اشربي مية كتير على قد ما تقدري. أوقات كتير بنفتكر نفسنا إن إحنا جعانين وإحنا بس عطشانين ومحتاجين إن إحنا نشرب. ورقم 5، مارسي عادة الامتنان، وكل يوم اكتبي 3 حاجات حلوة حصلت لك، ومش لازم تبقى 3 حاجات حلوة كبيرة جدا، ممكن تبقى حاجات صغيرة جدا بس بتفرق في يومك. وفي النهاية عايزاكي تعرفي إن انتي مش ضعيفة، كلنا بنمر بلحظات ضعف، بس القوة مش إننا ما نضعفش، القوة الحقيقية إننا نقوم من اللحظة دي ونبتدي من جديد. الجوع العاطفي تقدري جدا إن انتي تسيطري عليه لو فهمتيه واديتي لنفسك بدايل حقيقية ومفيدة. لو الفيديو ده فرق معاكي ما تنسيش تعملي لي لايك وتعملي سبسكرايب للشانل علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، وقوليلي حابة الفيديو الجاي يبقى عن ايه.